أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الحدث اليوم، برنامجكم ببساطة مع شيرين. وعلى الحدث تكمل لمتنا، وزي ما في بدايات في نهايات، وما بينهم سطور وحكايات. ولسه في الحكايات حكايتنا النهاردة حكاية رمضان في مصر حاجة تانية. الدورات الرمضانية في مصر بدأت من زمان وكانت موجودة في الأزقة والشوارع الضيقة، ودلوقتي اتنقلت للملاعب الخضراء. ومن هنا بنوجه تحية لكل الناس اللي بتدعم الرياضة المصرية، لأن هم فعلا أتاحوا الفرصة لكل أبنائنا ولكل اللاعبين اللي مش قادرين يشتركوا في الأندية الكبيرة إن هم تظهر المواهب بتاعتهم ويتم اكتشافهم في الأندية ومراكز الشباب. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن رمضان ونادي متغمر الرياضي والدورة الرمضانية اللي أقيمت بيه تحت رعاية المركز الروسي لخدمات الطلاب. في البداية خلونا نرحب بضيوفنا اللي موجودين معانا النهاردة. دكتور أحمد نوح، نائب رئيس مجلس إدارة نادي متغمر الرياضي، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. كابتن محمد أباظة، مقرر اللجنة الرياضية بنادي متغمر الرياضي، أهلا بحضرتك. أهلا يا كابتن. أستاذة سالي الزهار، رئيس مجلس إدارة المركز الروسي لخدمات الطلاب، أهلا بيكم منورين. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور أحمد، في البداية عايزين نعرف مين صاحب فكرة الدورة الرمضانية، لأن في بعض الأوقات بيكون ليها مسميات خاصة بأشخاص، وإيه طبعا الأنشطة اللي تمت بيها، عدد الفرق اللي شاركت، عدد اللاعبين، ادينا فكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حابب بس نقول كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة ومصر كلها بخير وصحة وسعادة. الفترة دي يعني زي ما حضرتك عارفة بتتعانق أعياد مصر، يعني استقبلنا شهر رمضان، والنهاردة إن شاء الله بنودعه. من يومين كان عيد اخواتنا الاقباط، بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، برضه عيد القيامه المجيد، وبكره ان شاء الله عيد الفطر المبارك. كل سنه ومصر بخير وصحه وسعاده. فكره الدورات الرمضانيه، احنا بفضل الله احنا كمجلس اداره جايين في نوفمبر 21. لما جينا كانت فكره الدوره الرمضانيه غايبه عن النادي عندنا من حوالي 15 او 16 سنه. بفضل اخواتنا زملائنا رئيس المجلس واخواتنا اعضاء مجلس الاداره، خدنا قرار ان احنا نرجع الدوره تاني. رجعناها السنه اللي فاتت، وكانت حاجه محترمه. السنه دي ان شاء الله عملناها تحت رعايه المركز الروسي. هي الدوره احنا حابين ان احنا نقول برضو ان احنا عاملينها باسم دورة المرحوم الحاج ناصر الأرضي. ده رجل أعمال توفاه الله عندنا في متغمر، وعاملين الدورة باسمه. أما الدورة هي تحت السنة دي تحت رعاية المركز الروسي لخدمات الطلاب. عملنا حاجة محترمة جدا بمساعدة الناس. الدورة كانت عبارة عن حوالي 4 أقسام، يعني معانا براعم من سن 11 سنه لحد سن 13 سنه، معانا ناشئين من سن 14 لسن 16، معانا الدوره المفتوحه، معانا دوره الرواد فوق ال 50 سنه. في كل مرحله من دي حوالي 12 فريق، في اكتر من 500 لاعب مشارك في الدوره. عملنا حدث هو الاضخم، هو الاقوى في متغمر. عملنا حفل ختام ما شاء الله كان محترم جدا. شرفنا فيه معالي الدكتور مراد جاتن، رئيس المركز، رئيس المركز الثقافي الروسي، ممثلين السفاره الروسيه. لسه هنتكلم عنهم. حضر فيه ناس كتير جدا. عملنا ختام متغمر كلها كانت بتفرح اليوم ده، يعني هو طبعا 500 مشارك، ده عدد يعتبر كويس بالنسبه لمدينه زي مدينه متغمر. 500 لاعب. وطبعا مش عايز انسى حد، ناس كتير طبعا تعبت جدا 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 في تنظيم الدوره دي طبعا. مجلس اداره، مدير تنفيذي، الكباتن الكبار، مش عايز خايف اقول اسامي انسى حد. ده دورنا. حاجه محترمه اتنفذت. وبنشكر كل من شارك من اصغر عامل لاكبر حد شارك. طبعا الف شكر لهم.